الاهلي النهارده يا بيرسي تاو. بيرسي تاو اهم لعيب في الاهلي النهارده، واحد اهم اسباب الفوز بثلاثيه قاسيه جدا على مين يا جماعه؟ على الترجي. لو تفتكروا امبارح قلت في الراديو، قلت كمان في التلفزيون، حط في بطنك بطيخه صيفي، وقلت مش عشان استهتار بالترجي، لا، انت بتلعب او بتشجع او بتساند او بتدعم فريق عارف يعني ايه مسؤوليه، لعبته بتقدر يعني ايه فانيلة النادي الاهلي. والفرقه الكبيره كده لازم يكون اللعيبه بتاعتها لا شخصيه معينه، شخصيه تقدر مكانة وقيمة وتاريخ النادي اللي بتمثله، اللي هو النادي الأهلي. النادي الأهلي هو ملك إفريقيا يا جماعة. إذا كان ريال مدريد هو الملك بتاع أسبانيا وبتاع أوروبا، فالأهلي هو ملك مصر وملك إفريقيا. الأهلي لعب مباراة ولا أجمل ولا أروع ودرس وفي فنون كرة القدم. محدش ينكر إن الترجي ناقصه لعيبة، محدش ينكر إن الترجي جمهوره مش موجود وإن ده أثر بشكل أو بآخر، لكن إن الأهلي يجبره على الظهور بهذا الشكل، وفي اول 10 دقايق الاهلي سيطر على الماتش تماما، وبيرسي تاو بيجيب الجول يمكن في الدقيقه 8 من بدايه المباراه بتسديده ولا احلى. التسديده على فكره ماكره جدا، الجول بتاعهم اخطا وكل حاجه، في انه طلع عشان خاطر يحاول يصد الكرة برجليه، وكان يعني مشهد برضه غريب جدا. لكن بيرسي تاو لمح بطرف عينه فحطها على الارض قوية زاحفة علشان يخدع حارس المرمى ويجيب الجول الاولاني في الدقيقة 8 ويسيطر بعدها الاهلي تماما على المباراة. بعد حلاوة الروح، لو جيت تحسب كده الشوط الاولاني هتلاقي بعد الجول بتاع بيرسي تاو شوية حلاوة روح للترجي، كورة كده بالدماغ، يعني الشناوي شالها كده جنب العارضة او لمست العارضة، وبعد كده كرة عرضية اتعامل معاه الشناوي كويس وكرة طلعت فوق العارضة. ادي كل رصيد الترجي في الشوط الاولاني. المباريات اللي ممكن تشوفها، والاهلي في رادس متخصص يكتب حكايات بريشة فنان. في حلويات كانت بتحصل النهارده، في ماتش كوره وجيم بيتلعب عظيم، في خروج بالكوره منمق ومنظم، في فريق كبير اسمه النادي الاهلي النهارده موجود في رادس في تونس قدام الترجي، واحد من اكبر الفرق الافريقيه في القاره. الاهلي، ايوه هقولها، ايوه الاهلي يا ساده امام الترجي يفوز للمره الخامسه، او في رادس يفوز للمره الخامسه، فيما تلقى فيما سبق 4 هزائم وخساره واحده. الارقام لصالح بابا الشغلان، الارقام لصالح الاهلي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. نسر الاهلي اليوم افترس الترجي التونسي. مش انا اللي بقول ده التاريخ والحاضر والواقع والمستقبل ان شاء الله. 15 مره في النهائي، وفي انتظار ال16 باذن الله لتتويج جديد. وحتى لو لم يحدث يكفي ان النادي الاهلي لا يغادر النهائيات، لا نصف النهائي ولا النهائي. يكفي ان النادي الاهلي هو البعبع في افريقيا. الاهلي بيلتقي مع كل الفرق، بيفوز في معظم المباريات، احيانا بتكون هناك خسائر واحيانا بتكون قاسيه. ويلا بينا، عايزين تعرفوا الحكايه، يلا بينا من البدايه. الخطيب وهدف التعادل في كوماسي في غانا وسط جماهير محتشده، بعد ان كان الاهلي سجل 3 اهداف في القاهره، 2 للخطيب و1 لعلاء ميهوب. عاد الاهلي ليسجل من جديد هناك في كوماسي، ويرفع مصطفى يونس كابتن النادي الاهلي في هذا الوقت كأس البطولة أعليا، ومعه باقي النجوم: إكرامي، مصطفى عبده، محمد عامر، مجدي عبد الغني، ثابت البطل، كل النجوم العظيمة. الأهلي وفوز ولا أغلى بهدف ولا أروع، هدف يظل في الذاكرة في الثواني الأخيرة من مباراة الأهلي والصفاقسي في تونس وفي نفس ملعب اليوم. وابو تريكة يضع النادي الاهلي على منصات التتويج من جديد، وشادي محمد كابتن النادي الاهلي يرفع الكأس عاليا احتفالا وابتهاجا بصحبة الحارس التاريخي عصام الحضري حارس مرمى النادي الاهلي. الاهلي واحمد حسن في القطن الكاميروني يسجل ويهدف ويؤكد شادي محمد بعد الحصول على ضربة جزاء، والفوز والنهائي احمر والبطولة حمراء كما اعتادت او كما